تغذية علم كبير جدا وبحر كبير جدا، وكل يوم بيظهر فيه جديد حرفيا، وكل ما انت عايش تتعلم. المهم لازم في البداية تعرفوا ان التغذية ليها فروع مختلفة، ولكن اللي يهمنا في مجال الفتنس تحديدا التغذية الرياضية. ولو حابب تطور نفسك اكتر هتدرس تغذية علاجية. وبما اني في الاساس اخصائي تغذية من جامعة ستانفورد واخصائي تغذية علاجية من المجلس المعتمد للتدريب والتوظيف واعداد الباحثين، فانا حابب اعرفكم ايه الفرق بين التغذية العلاجية والتغذية الرياضية، وايه دور كل فرع منهم في المجال بتاعنا. التغذية الرياضية في المقام الأول دورها تحسين مستوى اللاعب أو الرياضي اللي بينافس في بطولة معينة. يعني لاعب تنس مثلا بيكون له تغذية معينة، ولاعب كرة القدم له تغذية معينة، والسباح والعداء ولاعب الجمباز كل شخص منهم له تغذية معينة تناسب الاحتياجات بتاعته هو فقط على حسب حالته وعلى حسب مستواه الرياضي وحسب المستوى اللي هو عايز يوصله. كمان بتختلف التغذية باختلاف الفترة اللي اللاعب فيها، يعني هو لو فترة إعداد مكثف بتختلف عن فترة الإصابة وبتختلف عن فترة الدلود أو الراحة. وكذلك الكلام ينطبق على الناس في الجيم. الشخص اللي داخل الجيم عشان ينافس في بطولة معينة مختلف عن الشخص اللي داخل عشان يزود وزنه بحيث ان هو يظبط جسمه، او شخص داخل ينزل وزنه. وللعلم جزء من النحافة والسمنة ممكن يندرج تحت التغذية العلاجية أو الرياضية، ولكن في الأساس حالات السمنة والنحافة تندرج تحت التغذية العلاجية، لأن دي بيكون في الغالب في أسباب مرضية. ومن هنا نفهم ان التغذية العلاجية او مهمتها او دور التغذية العلاجية ان هي تعالج مشكلة صحية او بتقوم بدور في الوقاية من مرض ما او بتقلل من اعراض المرض ده. يعني لو شخص بيعاني من قولون او انيميا او غدة درقية او غيره من الامراض اللي ممكن تكون منتشرة، ده بيكون كله دور التغذية العلاجية هنا ان هي تقلل من المشاكل دي. وكمان الحوامل والمرضعات تندرج تحت التغذية العلاجية. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ولكن حابب اوضح الاختلافات ما بين التغذية العلاجية والرياضية. وملخص الفيديو ده ان التغذية الرياضية دورها تحسين مستوى اللاعب اللي بينافس فيه رياضة معينة، والتغذية العلاجية دورها ان هي تحل مشكلة مرضية او الوقاية من مرض او تقليل من اعراض المرض او من اعراض التي حدثت بسبب المرض ده. وده كان الفيديو الاول بتاع النهارده، وما تنسوش تصلوا على النبي. ولو عجبك المحتوى ده وحابب ان انت تطور من نفسك في التغذيه الرياضيه والعلاجيه، ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك وتشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هقدمها الفتره الجايه.